ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالوا النهارده بقى نعمل مع بعض طواجن ام علي بطريقه سهله وبسيطه ومن غير اي مكونات كتير غاليه. هنطلع احلى طواجن ام علي في 10 دقايق هتكوني مخلصاها. يلا بقى نبدا، بس قبل ما ابدا يا ريت تعملوا لي لايك وسبسكرايب. يلا بقى بسم الله. معايا كده في الاول كوبايه ونص من اللبن. حابين تزودوا لبن تاني براحتكم. انا حطيت كوبايه ونص على قد الثلاث طواجن دول. هنزل كمان عليهم بتلت كوباية من السكر، بس شايلة منهم كده معلقتين. هحط كمان عليهم نص كيس من الفانيليا. هرفعهم بقى على النار لحد ما يغلي والسكر يدوب. جبت بقى الطواجن الصغيرة دي على قد فرد. هكسر فيهم كده شوية من الملفيه، حتت كده ما تكونش صغيرة قوي وما تكونش كبيرة، على قد المعلقة. ممكن تستخدموا الكرواسون، وممكن تستخدموا فينو، ممكن كمان توست. بس احلى حاجة الملفيه. انا شخصيا بحبه بالملفيه. الملفيه دلوقتي موجود في كل حته عند اي حد مثلا بيعمل فطير مشلتت، او المخابز اللي بتعمل الجلاش والرقاق والحاجات دي. وسعره مش غالي خالص. يعني الطبق الصغير مثلا كان ب20 جنيه تقريبا وكفى معايا، عمل معايا حاجات كتير. خلصت كده بقى تكسير الملفيه كله. هرش بقى كمان كده شويه مكسرات لو موجود. انا عملت 2 بالمكسرات وواحد ساده. ممكن كمان تحطوا شويه جوز هند او زبيب، بس انا ما بحبهمش. نزلت كده عليهم بقى باللبن لحد اخر الملفيه كده بشويه صغيرين. لو بتحبوا لبن زياده عن كده ممكن تزودوا. هحط كمان على الوش بقى شويه قشطه قشطه بلدي. واللبن طبعا كان بيغلي على النار. هحطهم بقى تحت الشوايه، ياخدوا لون حلو كده وياخدوا وش. وهنطلعهم بقى. عايزين تزوقوا الوش بشويه عسل ابيض، بشويه شوكولاته، بشويه كراميل، اي حاجه. بس انا عن نفسي انا باكلها كده، مش بحتاج احط عليها اي حاجه. هي طعمها كده لوحدها حلو جدا ومش مكلفة. فجربوها بقى بطريقتي وقولوا لي رأيكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوني في فيديوهات تانية كتير ووصفات اكتر. ولو حابين اي وصفة معينة ممكن تقولوا لي عليها في الكومنتات وانا ان شاء الله هعملها. وبس كده. باي.